لو انت بقالك فتره بتقدم على شغل واتفرجت على الفيديو اللي فات اللي كنت بتكلم فيه عن ازاي تجيب شغل اسرع ولسه مش بيجيلك شغل والكونكتس بتاعتك قربت تخلص على ابورك، للي مش فاهم الكونكتس دي عباره عن عمله افتراضيه ابورك عاملاها عشان تقدم بيها على الشغل. المهم لو لسه ده بيحصل معاك فالفيديو ده ليك. خد بالك وانت بتقدم على شغل ان الغلطه ممكن ما تبقاش فيك ولا في البروفايل ولا البورتفوليو ولا البروبوزل بتاعك، انت بس ما تعرفش على اساس ايه المفروض تنقي الشغلانه. كله بيبص على خانه الفلوس وعينه بتلمع. فانا هقول لك في الفيديو دوت 5 حاجات تنقي على اساسهم الشغل عشان تاخد الشغل بنسبه كبيره. اول حاجه هي الديسكربشن والتايتل. لازم تقرا التايتل والديسكربشن بتاع شغلنا كله، وعارف ان دي حاجه بديهيه لكن في ناس ما بتعملش كده، والمفروض تقراهم كاملين عشان في حاجتين. اول حاجه انك تعرف ان الشغلانه دي هتعرف تعملها كويس ولا لا. تاني حاجه عشان في عملاء بيطلبوا حاجات غريبه في النص زي انك انت تكتب بنانه في اول البروبوزل بتاعك عشان يتاكد ان انت قريت الديسكربشن كله. تاني حاجه بص على السكيل ليفل، هو انتري ولا انترميديت ولا عايز اكسبرت، ودوت عشان الشغل لو هو عامله لحد اكسبرت وانت عرفت تقنعه باي طريقه ان انت هتعمل الشغلانه ديت وفي الاخر ما عرفتش تعملها، فده هيخليك تاخد ريفيو يدمر لك سمعتك. ولو انت فعلا اكسبرت بس هو طالب حد انتري فده هتلاقيه مسمع في حاجتين. اول حاجه الفلوس اللي هو حاططها لحد انتري مش اكسبرت. تاني حاجه عدد الناس اللي مقدمه هتلاقيه اكتر بكتير جدا من اللي انت متخيله. تالت حاجه المفروض تركز فيها هي ان انت تبص على الوقت في حتتين. اول جزء الشغلانه نزلت امتى، يا ريت ما يكونش عدى عليها 3 4 ايام بالكتير، ودوت انا بتكلم في مجال بتاع الفيديو اديتنج، لكن مجالات تانية ممكن تلاقي الوقت بيختلف شويه زي 4 5 6 ايام. تاني حاجه ان هو يكون بص على الشغلانه من فتره قريبه مش من بعيد، وده هتلاقيه في الحته دي، لان هو لو منزل الشغلانه من 4 ايام وكانت اخر مره بص على الشغلانه من 3 ايام فده معناه ان هو لقى الشخص اللي هو عايزه سواء كانت جوه ابورك او بره، او كبر دماغه وناس يقفل البوست بتاع الشغل. واهم حاجه لازم تركز على النقطتين دول مع بعض، لان هو ساعات بيكون منزل الشغلانه من فتره بعيده لكن لسه بص عليها من شويه، وده معناه ان هو لسه لغايه دلوقتي ما لقاش الشخص اللي هو عايزه. بس ما تعملش ابلاي الا لما تركز في النقطه الجايه دي، وهي شوف كام واحد مقدم على الشغلانه. الافضل ان هو يكون من 5 ل 10، لكن لو وصل الموضوع ل 15 ماشي قدم، لكن اكتر من كده اوعى تقدم. بقول لك دوت عشان ما تضيعش الكونكس بتاعتك، عشان هتضطر تدفع فيها فلوس بعدين في حاجه مش هتتشاف اصلا. خامس حاجه شوف عدد الفريلانسرز اللي بتعمل لهم انفايت وانترفيو، وهقول لك ليه من وجهه نظر العميل. انا عامل اكونت عميل على ابورك وبتعامل بيه مع الناس اللي شغاله معايا، وما بنزل شغلانه وبعمل انفايت لكذا حد، اول ما اي حد منهم بيرد بعمل كده لكل بروبوزل اللي مبعوته وبرد على الشخص ده، لان في الاساس هو ده الشخص اللي انا كنت عايزه يعمل لي الشغلانه. فانت لو لقيت اي شغلانه مبعوت فيها انفايتس ما تقدمش. تاني حاجه لو مكتوب على الشغلانه انه بيعمل انترفيو، وده هتلاقيه في الحته دي. ليه بقى؟ لان ابورك لما كنت منزل الشغلانه كان مقسم لي البروبوزلز لاربع حاجات. اول تاب فيها كل البروبوزلز مبعوته، تاني تاب عباره عن شورت ليست للبروبوزلز اللي انا اخترت اكمل معاها، اما تالت تاب عباره عن الناس اللي انا بعت لهم رسائل، والرابعه عباره عن الناس اللي انا مش هبص عليها اللي هي اسمها اركايف. ومعنى اني بعمل انترفيو مع حد ان انا خلاص عديته مرحله التصفيه الاولى والمرحله الثانيه، وصل بينا ان احنا بنتكلم في الشغل وبنتفق على كل حاجه ومش هرجع ابص على البروبوزلز من اول تاني. دول كده اول 5 حاجات لازم تكون بتركز فيهم وانت بتقدم على شغل. في 5 حاجات تانيين ان شاء الله هنزلهم في الفيديو الجاي، ويا ريت تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو دوت عشان الفيديو اديتور اسماء عوض وانا تعبنا جدا واحنا بنجمع المعلومات في الفيديو دوت وبنعمل له اديت. فلايك وسبسكرايب وابعتوا لاصحابك الفريلانسرز.